بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل مع بعض شوية فول مدمس حلوين جدا ومغذيين جدا ومش هياخدوا وقت خالص. زي الفول المدمس هياخد 200 ساعة كده عما يستوي، لا الفول بتاعنا هيستوي في أقل من نص ساعة، هيكون الفول مستوي وزي الفل معاكي. هنجيب الفول بتاعنا المدشوش، هتجيبيه من عند العطار اللي هو من غير قشر، فول مدشوش اي كميه انت عايزاها، وطبعا بيكون سعره اقل من الفول التاني. هتمسكيه تغسليه وتنقعيه اقل حاجه 12 ساعه، يعني من الصبح لبالليل او من بالليل للصبح والعكس. انا نقعته اكتر من كده، يعني انا نقعته يوم من العصر لما تاني يوم العصر، وجيت غسلته وشطفته عادي خالص، حطيته في مصفى وغسلته كويس جدا. طبعا حركه غسله دي بتخرج منه اي غازات، وخاصه الناس اللي عندهم مشاكل في القولون، الفول بالطريقه دي ما يتعبهمش ابدا ويبقى صحي وجميل جدا، يعني من الاخر كله فوايد. حطينا الفول بتاعنا في الحله وهننزل عليه بعدس اي كميه انت عايزاها. عايزه تحطي كوبايه براحتك، عايزه تحطي اكتر ربع كيلو، دول مثلا كميه فول هنقول ان هم كيلو ونص، ما شاء الله دول كميه كبيره، بس الحاجات دي نسبيه، يعني انت ويعني مدى استطاعتك واللي انت عايزه تحطيه. يعني هنقول هنا انا حطيت كوبايه وكوبايه عدس اصفر وعدس بجبه، غسلتهم ومش منقوعين، وحطيت هنا قوطه اللي انت عايزه تحطيه برضو، تحطي 3 تحطي 4 تحطي 5 برضو براحتك. هنا حطيت بصله قطعتها وحطيت كام فص ثوم، قلبتهم كده كويس كده. زي ما انتم شايفين يا جماعه الفول بتاعنا غني جدا، يعني بكل العناصر النباتيه، البروتين النباتي. هنقلب الحاجات دي كويس، بعدين هننزل عليهم بمعلقتين كركم كده كبار، زي ما قلت لك ان الكميه عندي كبيره. الكركم قد ايه فوائده طبعا يعني لا تعد ولا تحصى. وهنحط هنا بابريكا برضو، حطي معلقتين كبار كده على حسب الكميه، يعني لو انت حاطه كميه صغيره اكيد هتقللي المقادير شويه عني. هنا شويه كمون، وحلو الكمون لانه لو في اي غازات او حاجه الفول بيشيلها الكمون، وشويه الملح. بس كده يا ستي، دول الحاجات اللي احنا هنحطهم. دي صوره بتعرض لك تاني المكونات. الفول المدشوش والقوطه وجزر، نسيت اقول لك في جزر قطعيه، عندك جزره جزرتين براحتك، ابشريها وقطعيها برضو. كل ده احنا بنعلي القيمه الغذائيه يا جماعه بتاعه الفول، يعني اللي ياكل من الفول طبق صغير كده يبقى مشبع ويبقى مغذي. عارفين طبعا كميه الفوائد اللي في الفول وقد ايه هو مشبع، بس في مشكله ان الناس بتوع القولون ان الفول الفول اللي هو بقشر ده بيتعب شويه، لكن الفول بالطريقه دي بيبقى حلو وما ما بيتعبش حد. الحاجات دي كلها نسبيه، يعني حتى اللي في حد ما بيحبش حاجه من دي ما يحطهاش، يعني اللي بيحبش التوم ما تحطش توم، اللي ما بيحبش العدس اللي بجبه مش عايز تحط عدس بجبه براحتك. وتقدري تستبدلي البصل بتاعي ده والتوم بالبودر برضو شغال. احنا هدفنا في القناه ان احنا نقلل الوقت على قد ما نقدر، بس ندي اكبر فايده وقيمه للحاجه اللي احنا بنعملها. الموضوع سهل جدا 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 يا جماعه. الناس اللي بتكسل ومشاكل الفول التانية، الفول يأكسد ويسود، لا الفول مش عارفه ايه، لا هنا بقى الفول هيطلع معاكي قهرمان زي ما بيقولوا. عايزه تضيفي عصره ليمون براحتك برضو، انا ما ضفتش بس تقدري تضيفي. يعني الاساس اللي انا ضفته في البهارات عندي بابريكا وكركم وكمون وملح. عايزه تحطي شويه كزبره صغيرين تمام. املي بيتك بالخير وقومي اعملي الوصفه دي هتعجبك جدا. قلبت كل المكونات زي ما انت شايفه كده ببعض. اهم نقطه عندي ان احنا لما نضيف ميه للفول نضيفها سخنه، ما نضيفش ميه ساقعه للفول عشان ما يعملش رغوه ويعمل الحركات اللي هي دي. على طول ميه سخنه. ننزل كده بالميه السخنه بتاعتي، وحاولي ما تكتريش الميه قوي لان هو مش هيعوز ميه كتير زي الفول اللي هو المدمس التاني. يعني هنا شايفه لسه الفول بتاعي باين. مليت الكاتل تاني وهضيف عليه يا دوب هنقول غطيه بحوالي سنتي كده او سنتي ونص كمان من الميه. هنا رفعته على النار وهيبتدي اهو، يعني بادئ لسه هيبتدي يغلي. هكمل عليه بميه تاني.
يعني قولي الكيلو ونص. يعني المقادير بقى لما جمعتها على بعض هنقول كل الحاجات اللي انا ضفتها حوالي 2 كيلو. حطيت عليهم 2 كاتل ميه صغيرين، مش الكاتل مش كبير قوي. الفول مجرد بتاعك ما يغلي هتعملي ايه؟ توطي عليه النار خالص وتغطي عليه. انا الصراحه سبته ونمت، هنقول سبته حوالي ساعه الا ربع، وطيت عليه خالص خالص مع نفسه كده لحد ما يستوي. مش هياخد معاكي اي وقت، يعني هو نص ساعة تكفي ليه، بس انا بحب ادي الحاجة سوى زيادة شوية. شايفين قد ايه الفول ما شاء الله، كمية العناصر اللي داخلة فيه. يعني حاطين فيه كل الخضروات، جزر وطماطم وبصل وتوم وعدس اصفر وعدس احمر. ده الفول شكله بعد ما استوى معايا. هنمسكه كده. عندك الخلاط، عندك هاند بلندر، تمام. انا بديله ايه، نص ضربه كده، يعني انا مش بهرسه قوي، بكسر بقى الحاجات. يعني شوفي لدرجه هو لو انا سبته على النار كتير البصله دي والحاجات دي معالمها هتروح، لكن هي لسه بمعالمها زي ما هي. يعني سواه هنقول اقل من سوى البصله كمان. اديله بقى ضربه بالهاند بلندر، نص ضربه، بضيع المعالم بتاعه البصل والحاجات دي والقوطه وفصوص الثوم، الحاجات دي كلها نص تكسيره كده. ما بفرمش فرمه كامله. تقدري تحطيه في الخلاط برضو نص ضربه، تاخدي كده بالكبشه الحاجات اللي هي البارزه، لو باقي بصل بارز، باقي قوطه بارزه، اي حاجه من دي. شايفين معايا اللون يا جماعه؟ طبعا اللون ده جاي من الكركم. عايزه اللون اقل من كده قللي الكركم شويه، عايزاه محمر زودي البابريكا شويه. كده ضربناه بالطريقه دي. تديله تقليبه. طبعا الفول بعد ما بيبرد وبيهدى بيتقل. ناخد بقى في الطبق بتاعنا. طبعا تحس ان هو لسه سايب شويه، مش قوي يعني، بس بعد ما برد تقل جدا. يعني لو حد عايز يعمله سندوتشات لما يهدى شويه هيبقى حلو جدا معاه في العيش البلدي. بعد كده الفول بقى بالطريقه اللي تريحك بقى، حطي عليه اللي نفسك فيه. عايزه تحطي طحينه، تحطي عليه زيت زيتون، تحطي زيت حار، اي حاجه انت عايزاها. هنا حطيت شويه زيت زيتون واحط عليه عصره ليمون، قرن فلفل حار كده جنبه، بصله. الهدف من القناه يا جماعه ان احنا نعمل اكل صحي ونضيف في البيت باقل تكلفه وفي اقل وقت عشان الناس ما تزهقش. ليمون كده وعيش مقمر بقى جنبيه. ما شاء الله اكله مشبعه جدا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع الف سلامه.